في قديم الزمان، عاشت زينة، فتاة طيبة القلب، في قرية صغيرة. كانت زينة تحب مساعدة الآخرين، لكنها كانت تفتقر إلى الثقة بالنفس. في يوم من الأيام، ضاعت زينة في الغابة، وهناك التقت بسلحفاة حكيمة. السلحفاة، التي كانت تبلغ من العمر 53 عاما، علمت زينة دروسا قيمة عن الشجاعة والإيمان بالنفس. أخبرتها أن القوة الحقيقية تكمن في الداخل، وأن كل شخص يمتلك القدرة على تحقيق أحلامه. استمعت زينة إلى نصائح السلحفاة، وعملت بها. بدأت تثق بنفسها أكثر، وأصبحت أكثر جرأة في مواجهة التحديات. بفضل السلحفاة الحكيمة، أصبحت زينة فتاة قوية ومستقلة، وعادت إلى قريتها وهي أكثر سعادة وثقة من ذي قبل.